ازيكم يا ابطال؟ انا عزت متولي، والنهارده جاي لكم بفيديو جامد جدا. ركزوا معايا لان المعلومات دي ممكن تغير لعبتكم 100%. النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا اولى دروس العلوم للصف الثالث الاعدادي. مبدئيا كده المنهج بتاعنا فيه كام باب او كام وحده؟ 4 بيبان او 4 وحدات. الوحده الاولى بتتكلم عن حاجه اسمها الحركه. في الوحده الاولى ديت يا باشمهندسين ان شاء الله هندرسها او هنلخصها في 3 نقط. اول حاجه لازم نفهم يعني ايه حركة، مفهوم الحركة. مفهوم الحركة. تاني حاجة يا باشمهندسين ان شاء الله هنتعلمها تصنيف الاجسام من حيث الحركة. هنقسم الاجسام بتاعتنا من حيث الحركة. الاجسام من حيث الحركة. تالت حاجة ان شاء الله هنتعلمها سوا مع بعض، وهي ازاي اوصف اي جسم متحرك. وصف الاجسام المتحركة. ركز بقى معايا كده ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنتعلمها مع بعض اللي هي مفهوم الحركه. يعني ايه حركه؟ هو انت دلوقتي لو جيت تشوف اي عربيه ماشيه في الشارع، ماشيه، اهم حاجه ماشيه مش واقفه، ماشيه في الشارع، هتلاقيها بتعمل ايه؟ هتلاقيها بتتحرك من مكان لمكان تاني، صح الكلام؟ من الاخر كده بتغير مكانها كل شويه. يبقى مفهوم الحركه هو عباره عن ايه؟ الحركه هو تغير في مكان الجسم، بس طبعا مش هنقول مكان، باللغه العربيه موضع، يبقى تغير في موضع الجسم بمرور الزمن. ده معنى كلمة الحركة. طيب تاني حاجة يا باشمهندس، قلنا تاني حاجة هنبدأ ندرسها تصنيف الأجسام من حيث الحركة. هنقسم الأجسام بتاعتنا من حيث الحركة. هو أنت لو جيت تبص على الأجسام اللي موجودة في الشارع هتلاقي إيه؟ هتلاقي حاجة زي الشجرة واقفة في مكانها، أو حاجة زي العمود ثابت في مكانه ما بيتحركش، وده جسم اسمه جسم ساكن. وهتلاقي في حاجات تانية بتتحرك زي الأشخاص اللي ماشية في الشارع أو العربيات اللي بتتحرك في الشارع، ودي اسمها أجسام متحركة. يبقى من الآخر كده هنقسم الأجسام من حيث الحركة إلى نوعين، يا إما جسم ساكن يا اما جسم ايه؟ يا اما جسم متحرك. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ قلنا الجسم الساكن ثابت في مكانه، مكانه ما بيتغيرش. يبقى انا لو حبيت اعرفه ايه هو الجسم الساكن، هو الجسم الذي لا يتغير مكانه، لا يتغير موضعه بمرور الزمن، مكانه ما بيتغيرش. اما الجسم المتحرك ده اي جسم مكانه بيتغير، جسم بيتغير موضعه بمرور الايه؟ بمرور الزمن. طيب ثالث حاجه هنبدا ندرسها مع بعض هي وصف الاجسام المتحركه. هنبدا نوصف الاجسام المتحركه. ركز بقى معايا لان المفهوم الثالث ده هو اللي هيكمل معانا بقيه الباب. علشان اوصف اي جسم متحرك في الدنيا، لوصف الاجسام المتحركه هنتكلم عن كام حاجه. عشان اوصف الاجسام المتحركه هتكلم عن 4 حاجات، وهما كالتالي. اول حاجه عندي المسار. المسار بتاع الحركه، الطريق اللي ماشي فيه الجسم. المسار بتاع الحركه يا مستر ممكن يبقى حاجه من 3، يا اما طريق مستقيم، خط مستقيم زي شارع كده، او خط منحني زي ملف العربيه ماشيه في ملف، او يا مستر كلاهما معا، العربيه ماشيه في خط مستقيم وجت في الاخر ومشت في ملف. يبقى المسار بتاعي حاجه من ايه؟ حاجه من 3، يا اما خط مستقيم يا اما خط منحني يا اما كلاهما ايه؟ يا اما كلاهما معا. طيب ده اول حاجه بالنسبه للمسار. احنا اتفقنا مع بعض علشان نوصف الحركه هنتكلم عن 4 حاجات. اول حاجه المسار. تاني حاجه الاتجاه بتاع الحركه. الاتجاه بتاعي، الاتجاهات بتاعتنا المعروفه، يا اما للامام يا اما للخلف يا اما لليمين يا اما لليسار، يا اما حركه لاعلى يا اما حركه لاسفل. طب انا يا مستر لو عندي جسم دوار، جسم بيلف، الاجسام اللي بتلف، الاجسام اللي بتلف ما ينفعش اقول لك ده بيلف يمين وبيلف شمال. قال لك الحركه الدورانيه بيبقى ليها اتجاهات معينه، بنقول عليها ايه؟ يا اما بيتحرك مع عقارب الساعه يا اما عكس عقارب الساعه، يا مع عقارب الساعه يا اما عكس عقارب الساعه. ده كده بالنسبه للاتجاه. في ملاحظه مهمه جدا 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 بقى عندك، لما يكون الجسم بيتحرك في اتجاه واحد بس، يعني ماشي لقدام بس. واحد يقول لي يا مستر هو في اجسام تقدر تتحرك حركتين؟ ابسط مثال مثلا عندك الشمس. لو جينا نبص للشمس هنلاقي الشمس بتلف حوالين نفسها، وفي نفس الوقت وهي بتلف حوالين نفسها
بتمشي مسافه طويله عشان تلف حوالين مركز المجره. ده اللي احنا ان شاء الله هناخده في درس الكون. تمام. طيب ده كده يا مستر يعتبر كم اتجاه؟ قال لك اتجاهين، الاتجاه الاولاني حوالين نفسها حركه دورانيه، الاتجاه الثاني بتمشي مسافه طويله في اتجاه معين علشان تلف حوالين مركز الايه؟ تلف حوالين مركز المجره. يبقى كده اتجاهين اهم. طيب يبقى في اجسام ممكن تمشي في اكتر من اتجاه عادي، مفيش مشكله. يبقى انا دلوقتي قلنا في ملاحظه مهمه هنا، لو الجسم بتاعي بيمشي في اتجاه واحد، لو الجسم بيمشي في اتجاه واحد بسمي الحركه بتاعته الحركه في اتجاه واحد. يبقى دي ملاحظه مهمه، لما يكون الجسم بيمشي في اتجاه واحد يبقى الحركه بتاعتي بتتسمى ايه؟ حركه في اتجاه واحد. طيب انا عايز بقى اعرف الحركه في اتجاه واحد. ايه هي الحركه في اتجاه واحد؟ قال لك الحركه في اتجاه واحد يا معلم دي الحركه بتاعتك. الحركه في اتجاه واحد هي الحركه في اتجاه واحد في خط مستقيم او منحني او كلاهما ايه؟ كلاهما معا. طيب في ملاحظه هنا بقى، لما يكون الحركه بتاعتي في اتجاه واحد وفي خط مستقيم اقول عليها ايه؟ اقول عليها ابسط انواع الحركه. فيجي لي سؤال في الامتحان ويقول لي كده متى تكون الحركه بسيطه؟ او متى تكون الحركه في ابسط انواعها؟ اقول له لما يكون الجسم ماشي في اتجاه واحد، لما تكون الحركه بتاعتي في اتجاه واحد وفي خط ايه؟ وفي خط مستقيم. طيب اديني كده يا مستر امثله على الاجسام اللي بتمشي في اتجاه واحد. القطر والمترو. فيجي لي سؤال في الامتحان يقول لي علل تعتبر حركه المترو او حركه القطار حركه في اتجاه واحد، ايه السبب؟ هقول له بكل بساطه لان حركه المترو تمام في اتجاه واحد سواء بقى في خط مستقيم او منحني او ايه؟ او كلاهما معا. يبقى تاني كام من الاول يا مستر؟ احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هندرس الحركه وعرفنا يعني حركه. تاني حاجه قسمنا الاجسام من حيث الحركه، قلنا هنقسمهم لنوعين، يا اما جسم بيتحرك اسمه جسم متحرك، يا اما جسم ثابت في مكانه اسمه الجسم الايه؟ الساكن. تالت حاجه عندي بدانا قلنا علشان نوصف الاجسام المتحركه هنتكلم عن كام حاجه؟ قلنا هنتكلم عن 4 حاجات. اول حاجه اتكلمنا عنها المسار، تاني حاجه اتكلمنا عنها الحركه، تمام؟ اسف الاتجاه. تالت حاجه بقى هنتكلم عنها اللي هي السرعه. ركز بقى معايا كده وفوق. السرعه بتاعتي يا باشمهندس، قال لك السرعه دي عباره عن علاقه بتربط بين حاجتين، المسافه اللي رمزها ف بتربطها بالزمن اللي رمزه زين. هو انت جبت الكلام ده منين؟ تعالى نتخيل مع بعض كده ان انا وانت عملنا سباق في الشارع. انا خدت الشارع كله في 3 ثواني، ده بفرض يعني، وانت خدت الشارع كله في 10 ثواني. هتيجي تشوف هتقول لي مين الاسرع؟ اقول لك انا. صح الكلام؟ قطعت الشارع كله اللي هو المسافه دي كلها في 3 ثواني في زمن معين. يبقى السرعه دي علاقه بتربط ما بين مين ومين؟ بتربط ما بين المسافه والايه؟ والزمن. طب ما تيجي كده ناخد موضوع جانبي ونتكلم عن المسافه والايه؟ والزمن. ادي المسافه وادي الزمن. تعال نبدا نتكلم عن المسافه. اولا احنا قلنا المسافه رمزها ف والزمن رمزه زين. يعني ايه مسافه؟ مسافه اللي هو مستر المسافه من بدايه الشارع الى نهايه الشارع، دي نقطه في بدايه الشارع ونقطه في نهايه الشارع. فنقدر نقول ان المسافه هي البعد بين اي نقطتين، هي البعد بين اي نقطتين. يبقى المسافه هي البعد بين اي نقطتين. دي اول حاجه. طيب ممكن اقول كمان يا مستر اللي هو طول الطريق اللي انا مشيته، فممكن نقولها ازاي؟ طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم. ادي تعريف المسافه يا باشمهندس. طب الزمن؟ الزمن اللي هو الوقت. صح الكلام؟ طيب دلوقتي يا مستر هي المسافه ملهاش رقم ولا ليها رقم؟ ليها رقم، ما هي طول ليها رقم، واي حاجه ليها رقم علشان اعرف اميز الرقم ده كويس وافهم معناه كويس لازم له وحده قياس. هي وحده القياس اهميتها ايه؟ لا ليها اهميه كبيره جدا، تمييز الرقم ويعرفك الرقم ده بيتكلم عن ايه بالظبط. هو انا لما اجي اقول لك انت 50 هتستغرب 50 ايه؟ ما انا ممكن اكون بشتمك اقول لك انت 50 حمار. صح الكلام؟ تمام. لكن لما اجي اقول لك انت 50 كيلو يبقى انت كده بتتكلم عن ايه؟ عن كتلتي. يبقى لازمني وحده قياس لتمييز الارقام، اي رقم في الدنيا لازم وحده قياس. طيب وحده القياس اللي بتدل على المسافات ايه؟ قال لك وحده القياس اللي بتدل على المسافات، احنا لسه قايلين المسافه دي طول، ووحده قياس الطول هي الايه؟ المتر.
طب انا دلوقتي يا مستر عايز اكبر الوحده شويه، قال لك لتكبير اي وحده او لتصغير وحده بنستخدم حاجه اسمها البادئه. ايه هي البادئه؟ كلمه قبل الوحده يا تكبر الوحده يا تصغر الوحده. متر عايز اكبرها احط قبلها كلمه كيلو تبقى كيلو متر. عايز اصغرها احط قبلها كلمه ملي تبقى ملي متر. جرام عايز اكبرها احط قبلها كلمه كيلو تبقى كيلو جرام. طب عايز اصغرها احط قبلها ملي تبقى ملي جرام، وهكذا. طيب اختصار كلمه متر ايه؟ ميم. اختصار كيلو متر كاف ميم. حبيبي اللي بتقراها كم، الله يهديك، ركز ركز معايا. طيب ازاي احول بقى بينهم؟ بص يا باشمهندس، بيقول لك قاعده التحويل بتاع الوحدات اللي هتفضل معاك من هنا ومكمله معاك، دايما لو انت جاي من وحده كبيره لوحده صغيره تبقى العمليه عمليه ضرب، لكن لو جاي من وحده صغيره لوحده كبيره تبقى العمليه عمليه اسم. الكبير لو راح للصغير تبقى ضرب، الكبير هيروح يضرب الصغير. طب هيضرب في كام؟ قال لك في اللي بينهم، الكيلومتر في 1000 متر. طيب اديني مثال على التحويل. لما اجي اقول لك في الامتحان كده 5 كيلو متر هتساوي قد ايه متر؟ تعال يلا نحول كده مع بعض. يا مستر والله ده انا رايح من كيلو متر لمتر، رايح من وحده كبيره لوحده صغيره، تبقى العمليه عمليه ضرب. هضرب في كام؟ قال لك في اللي بينهم، اللي بينهم اللي هو 1000. 5 في 1000 ب 5000. طيب ها مثال تاني. لما اجي اقول لك اهو مثلا 60 متر فيها قد ايه كيلو متر؟ تعالى كده يا باشمهندس معايا واحده واحده. انا رايح من وحده صغيره لوحده كبيره، يبقى العمليه عمليه اسم. هقسم على كام؟ على اللي بينهم اللي هو 1000، تبقى 60 على ال 1000. صفر يروح مع صفر يبقى لك 6 من ايه؟ 6 من 100. تمام. ممكن بقى يجي لك هنا شغل رياضه، ممكن يدخل لك شغل رياضه شويه ويستخدم معاك الصيغه العلميه والارقام والكلام ده كله، مش قصتنا. تمام، نبدا نتكلم عليه بعدين. طيب تعالى يا باشمهندس بقى نتكلم عن الزمن. الزمن اللي هو الايه؟ الوقت بتاع حضرتك. طيب الوقت وحدات قياسه ايه؟ ممكن يا مستر والله نقيس الوقت بتاعنا بالثانيه، ممكن نقيس الوقت بتاعنا بالدقيقه، ممكن نقيس الوقت بتاعنا بالساعه، ممكن نقيس الوقت باليوم، ممكن نقيس الوقت بالاسبوع، ممكن نقيسه بالشهر، ممكن نقيسه بالسنه. واخد بالك معايا؟ طيب تعالى يا معلم، عايز احول بين الوحدات، احول ازاي؟ احنا خدنا القاعده بتاعتنا، لو انت جاي من وحده كبيره لوحده صغيره تضرب، كبير بيضرب الصغير يا معلم. جاي من وحده كبيره لوحده صغيره يبقى العمليه عمليه ضرب، لكن لو العكس تبقى العمليه عمليه ايه؟ اسم. طب هضرب في كام واقسم على كام؟ اللي بينهم. الساعه فيها 60 دقيقه، الدقيقه فيها 60 ثانيه. تعال ناخد مثال على التحويل. لما اجي اقول لك كده، اولا قبل ما نروح للمثال تعال ناخد الاختصارات بتاعته. الساعه اختصارها س، الدقيقه اختصارها د، الثانيه اختصارها س. لما اجي اقول لك كده انا معايا 5 ساعات، فيهم كام دقيقه يا باشمهندس؟ تعالى واحده واحده معايا. انا رايح من ساعه لدقيقه، يبقى رايح من وحده كبيره لوحده صغيره، يبقى العمليه عمليه ضرب. هضرب في كام؟ هنضرب في اللي ما بينهم، اللي ما بينهم اللي هو كام؟ اللي ما بينهم اللي هو 60، تبقى 5 في 60 تطلع معاك 300 دقيقه. طيب تعالى مثال تاني. تعالى مثال تاني. لما اجي اقول لك كده انا دلوقتي معايا، ركز في المثال ده كويس قوي، 5 ساعات فيهم قد ايه ثانيه؟ بص يا هندسه، انا جاي من وحده كبيره لوحده صغيره، يبقى العمليه عمليه ضرب. هضرب في كام؟ واحد يجي يقول لي نضرب في اللي ما بينهم، اللي ما بينهم 60 و60 120، اقول له لا انت غلطان. امال يا مستر هشتغل ازاي؟ ركز معايا في الحته دي. بص يا باشمهندس، واحنا رايحين من وحده لوحده تانية وفي وحده في النص، مفيش هنا عمليات جمع، مش هجمع، امال هعمل ايه؟ هضرب الرقمين دول في بعض. يبقى انا مستر والله هضرب في 60 في 60، تبقى 5 في 60 في 60، 60 في 60 اللي هي 3000 وايه و600 على الاله حاسبه تطلع معاك على طول. تمام؟ يبقى ده كده بالنسبه للمسافه والايه والزمن. يبقى احنا قلنا مع بعض يا باشمهندس السرعه دي علاقه بتربط ما بين مين ومين؟ علاقه بتربط ما بين المسافه والايه والزمن، وعرفنا يعني ايه مسافه وعرفنا يعني ايه زمن. طيب تعالى يا باشمهندس نكمل كلامنا. كل ده لسه في السرعه، ده السرعه مكمله معاك في الدرس الاول وحتى في الدرس الثاني. طيب يا هندسه كمل بقى معايا كده.
انواع السرعه، تاني حاجه هنتكلم عنها انواع السرعه. السرعه بتاعتي بقسمها لكام نوع يا باشمهندس؟ قال لك السرعه بتاعتنا بنقسمها لثلاث انواع، يا اما سرعه فعليه، يا اما سرعه متوسطه، يا اما سرعه نسبيه. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ ايه الفرق بين السرعه الفعليه والسرعه المتوسطه والسرعه النسبيه؟ هو في فرق؟ ده في فرق شاسع، ده في فرق شاسع بين الثلاثه. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ تعالى معايا واحده واحده عشان نفهم الفرق بين الثلاثه. تخيل معايا كده ان انا وانت قررنا ان احنا ناخد العربيه ونطلع رحله لاسكندريه، وحد رن عليا في الطريق وقال لي بقول لك ايه، هو انت ماشي على سرعه كام؟ قمت جاي باصص في العداد. باصص في الايه؟ في عداد السرعه. يبقى ايه هي اداه قياس السرعه؟ قال لك عداد السرعه. عداد السرعه اللي موجود معايا في قلب العربيه. لما جيت ابص في العداد لقيت السرعه بتاعتي 120 كيلومتر. السرعه بتاعتي اللي انا ماشي بيها دلوقتي، السرعه بتاعتي فعلا دلوقتي ب 120 كيلومتر لكل ساعه. تمام؟ يبقى دي اسمها السرعه الايه؟ الفعليه، السرعه اللي انا ماشي بيها فعلا دلوقتي في اللحظه دي. طيب بعد ما رحنا اسكندريه جه حد سالني هو انت كنت ماشي بسرعه كام؟ لما جيت ابص كده والله انا كنت طول الطريق سرعتي عماله تزيد وعماله تقل. الطريق كان فاضي كنت بزود بنزين فالسرعه تزيد. تمام؟ الطريق زحمه فكنا بنهدي عشان الزحمه. قابلني مطب، تمام، هديت سرعتي. كان في استراحه وقفت فيه، فالسرعه بتاعتي كل شويه عماله ايه؟ عماله بتتغير. طب انا هقول له ايه؟ هقول له والله تقريبا، طبعا مش هحكي له القصه دي، هقول له ان انا كنت ماشي في الاول بسرعه 5، بعد كده زودت السرعه، بعد كده قللت، بعد كده قابلني مطب. لا مش هينفع اقول له الكلام ده كله. امال هقول له ايه؟ هقول له تقريبا كنت ماشي بسرعه 120 كيلومتر لكل ساعه، او تقريبا كنت ماشي بسرعه 100 كيلومتر لكل ساعه. اهو شايف كلمه تقريبا دي اسمها السرعه الايه؟ المتوسطه، وبتتحسب بطريقه معينه. اخر حاجه السرعه النسبيه. وانا ماشي على الطريق، تمام، جه رادار قاس لي سرعتي، او جه ظابط كان معاه رادار وقاس لي سرعتي. تمام؟ دي اسمها السرعه النسبيه، سرعتي بالنسبه لحد تاني، حد تاني هو اللي قاس لي سرعتي. دي اسمها السرعه النسبيه. يبقى السرعه ثلاث انواع: سرعه فعليه ودي رموز لها بالرمز عين، سرعه متوسطه دي عين داش، السرعه النسبيه ودي رمزها عين نون. وهنقف لحد كده، وان شاء الله باذن الله هنكمل في الفيديو الجاي، تمام، موضوعنا عن السرعه. والسلام عليكم ورحمه الله.